سكوترات الكهرباء الفيديو بتاعها المره اللي فاتت قلب الدنيا في الترند بتاعها. كنت بقول لكم ان سكوترات الكهرباء دايما مش هي انسب حل ليه، بس لو عملت الفيديو ده ناس كتير هتقول لي بس انت هبطت بعد الفيديو كله تمام، ولكن انا جاي اقول لكم الوجه الحقيقي او تكمله للفيديو اللي فات. فالنهارده هنتكلم على الكيوي كيت، واحد من اكتر سكوترين سالتوني عليه ما بين ان هو حلو ولا لا بعد فيديو الكهرباء، فتعالوا نتكلم عليه واقول لكم ايه الاخبار. يا اهلا بيكم متابعين هيثم موتو فلوج في كل مكان. السكوترات الكهرباء من اكتر الحاجات اللي ماسكه ترند الفتره دي، فعايزين نتكلم النهارده على واحد من اهم السكوترات دي وهو الكيوي الكيت. الغريبه في السكوتر ده ان هو تقريبا الوحيد اللي نازل منه بنزين واتكلمنا عنه قبل كده، وده نازل كهرباء. والحلو في السكوتر ده ان هو كان من السكوترات اللي الستايل بتاعها عاجب الناس، لان في انجن جارد على الجنب هنا بيحمي السكوتر لو وقع، وهنا كمان فهيخليك ما تشتريش فايبر لو وقعت، ودي نقطه كويسه. والسكوتر من براند كويس اسمه كيوي، ده براند مشهور عالميا يعني. السكوتر فيه حاجات كتير جدا عمليه، زي ما هنا في مكان يقدر مثلا لو رايح سوبر ماركت تحط مثلا لو كيس كبير زي بامبرز او حاجه وتعمله بكنشات، او لو انت شغال شغله محتاجه دعم وحاجات زي كده. كل ده كان في البنزين، غير مساحه تخزين تحت الكرسي كويسه جدا. سعره كمان الرهيب. السكوتر ده يا جماعه تحت 39,000 جنيه. طيب فخلينا نتكلم شويه على سكوتر الكهرباء، اقول لكم رايي فيه بشكل عام. البراند اللي قدامنا طبعا الكيوي ده نازل بموتور كهرباء، بغض النظر عن البنزين بقى خالص. موتور كهرباء 2000 واط. الموتور ده الكلام الرسمي بتاعه ان هو بيوصل لسرعه 70 و80. طبعا الكلام ده غالبا هيبقى رينج 60 50، دي السرعه القصوى ليه. الرينج بتاعه حوالي 60 كيلو متر. حلو، فالسرعه يعني قول 60، الرينج قول 60. البطاريات اللي فيه حوالي 6 بطاريات ليد اسيد مش ليثيوم. السكوتر فيه شحن مش سريع طبعا، الشحن بيبقى موجود من هنا، والشحن بتاعه بياخد حوالي 6 ساعات 7 ساعات حسب المكان اللي انت بتشحن فيه. طبعا بيجي بدلع بقى. اولا مفاتيح بتفتح عن بعد، حلو. اضاءه ليد مع عدادات ديجيتال شكلها حلو جدا. طبعا السكوتر ده جاي بسرعات موجوده هنا، ودي علشان تحجم شويه الباور، لان السكوترات الكهرباء اول ما بتزود بنزين بتنطلق انطلاقه غشيمه شويه، مش تدريجيه زي البنزين. فهنا في سرعات وفي كمان رجوع لورا، ده يعني حاجه ظريفه من السكوترات اللي فيها رجوع لورا، عشان الناس اللي هي بترجع ولسه بتتعلم بيختل توازنها. هنا الموضوع ايه ظريف. طبعا الكلام ده كله بيبان على الشاشه اللي موجوده هنا، لان هنا في 1 و2 و3 بيبان انت على انهي سرعه. حلو. طبعا هنا في اضاءات ليد شكلها حلو جدا، ومن ورا اضاءات ليد. طبعا كل الكلام ده نفس البنزين وقطع غير البنزين على ما اعتقد يعني. طبعا هنا مكان التانك بتاع البنزين، بس هنا مفيش اي حاجه. هنا الشنطه بتاعته نفس الشنطه بتاعت البنزين، بس حتى شايفين الخرم بتاع تانك البنزين مكانه فيه الفيوز بتاع البطاريات. طبعا البطاريات موجوده تحت بقى الكلام ده كله. السكوتر زي ما قلت لكم دي المواصفات العامه بتاعته، ولكن النقطه المهمه بقى في السكوتر ده اولا موضوع دعم قطع الغيار. السكوتر ده باع منه في البنزين وهيبيع ان شاء الله في منه الكهرباء، لان سعره رخيص جدا بصراحه. حلو، فدي نقطه كويسه في قطع الغيار، ان شاء الله قطع الغيار تتوفر. دي نقطه كنت اتكلمت عليها في السكوترات الكهرباء، ان هي تخاف منها جدا وتوفر قطع الغيار. تاني حاجه السكوتر ده الوحيد او من ضمن السكوترات قليله جدا اللي فيه انجن جارد هنا وهنا، هيحمي نسبيا، ما تحتاجش فايبر لو بعد الشر حصل حاجه، فدي نقطه كويسه. النقطه الاخيره فيك انت بقى، لازم تفهم ان الفيديو اللي فات انا كنت بتكلم، والفيديو ده هتكلم تاني، ان السكوترات الكهرباء اللي موجوده في مصر مش وحشه عشان هي وحشه. الفكره ان السكوترات دي رخيصه، يعني هي بحوالي 38,000 جنيه، فهي امكانياتها محدوده، ولكن بصراحه تسعيرها هنا حلو. انتوا متخيلين 38,000 ده بنتكلم في 600 700 دولار، ده بعد ما كسب الوكيل وبعد ما كسب المعرض وثمن السكوتر وتصنيعه وثمن مكسب الشركه، وكل ده بنتكلم 700 دولار. يعني ممكن يكون تكلفه التصنيع ده اصلا 500 ولا 400 دولار، فتقريبا بنتكلم في ثمن خلاط نظيف، موبايل كويس. فكل ده هيبقى حلو للشخص اللي هو عايز يركب الكيت يتحرك بيه جوه يعني جوه الكومباوند مثلا بتاعه، او يروح الدروس جوه المنطقه بتاعته. يعني مثلا في مصر الجديده، في المعادي، ابنك مثلا مش عايزه يعني يروح بعيد، هو ده. والنقطه الحلوه في السكوتر ده بقى الاخيره اللي عايز اقول لكم عليها ان هو بيرخص.
ولا هتدفع تكاليف المرور اللي هي تقارب ال 1500 جنيه في السنه على ترخيص النمر. فلو عندك ابنك ما ينفعش يسوق حاجه بنزين وعايز يروح الدرس والذي منه مواصلات بقت صعبه، السكوتر ده خيار كويس ليه، او فكره الكهرباء خيار كويس ليه. دي كانت تغطيه شويه، ادينا شفنا الكيت. انا بصراحه هو وسكوتر تاني من قادر هو ده اللي انا هصوره. بصراحه السكوترات دي اللي سعرها معقول قدام امكانياتها. حاجه بس انا عايزكم لما تجربوها تقولوا لي حاجه واحده، انا الكاوتش بتاعه كاوتش جبلي، والكاوتش الجبلي ده احتكاكه في الارض اكتر بكتير من الكاوتش بتاع المفروض الكهرباء، فده اعتقد ممكن يؤثر على قوه البطاريه ان هي تخلص بسرعه. انا ما اعرفش بقى، ده لسه اما نجرب. ولكن لو عملت لنا لايك على الفيديو ده اكيد الوكيل هيشوف، واكيد في معارض هتشوف، واكيد هيسمحوا لنا ان احنا نجربه. فلو محتاج تجربه قول حط تحت، احنا مستنيين التجربه بتاعته عشان ناس كتير تدعمنا ونجربه. وفي الاخر احنا مش ضد السكوترات الكهرباء، ولكن سكوترات الكهرباء لازم تبقى فاهم عنها كل حاجه عشان تبقى فاهم قبل ما تشتري، عشان ما حدش يضحك عليك. وانا مهمتي كهيثم موتو فلوج ان انا بصور لك جديد السوق وبقول لك الجديد. فلو عجبك الكلام ده حط لنا لايك، ما عجبكش حط لنا كومنت وقول لنا ايه رايك.